بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هفرجك على حاجة مفجعة، حاجة أقسم بالله العظيم جسمي اقشعر وجسمي اتنفض لما شافها. واحدة عاملة سحر الواحد في باب أوضته، اسمه سحر الفجر. هو أول حاجة الضرر والنفع بيد ربنا، الضرر والنفع بيد ربنا. واحدة ست من كتر جبروتها كانت بتحب حد معين، وربنا ما أرادش إنها تتجوزه، وشافته يوم فرحه أو شافته إن هو هيتجوز قريب، عملت له سحر اسمه سحر الفجر. السحر ده بيشتغل على إنه يعيش حزين ويعيش فقير، والفجر والضرر والنفع والغنى بيد ربنا. بس وصل بيها الدرجة إنها تروح لمشعوذ، وواحد بيحضر جن، وواحد بيعمل أعمال سفلية و... وسحر أسود. أعاذ الله وأعاذنا الله منها يا رب، وعافانا الله منها يا رب. عملت له سحر في باب الأوضة. شفت الجبروت؟ شفت الافتراء؟ تعال معايا شوف الفيديو ده وانت هتحكم بنفسك. وحاجة مفجعة، طلعوا العمل وطلعوا السحر من باب الأوضة، حطاه في باب الأوضة. اسمع معايا الفيديو ده وهنرجع لك تاني نكمل قصة الست دي. شفت السحر؟ شفت العمل طلعوه منين؟ شفت الشيخ طلعه منين؟ الموضوع ببساطة إن الإنسان بيوصل لدرجة لما يعوز حاجة وربنا ما ينولهاش، وربنا ليه حكمة وليه إرادة، وما ياخدش الحاجة دي، ربنا ليه حكمة في كده. الإنسان ممكن يبذل كسرى جهده، يكفر بقى ما يكفرش، عاوز يوصل له وخلاص. السحر ده كان لواحدة ست بتحب واحد، والست ديت يعني عياذا بالله يعني ما سابتهوش في حاله وبهدلته. والراجل أشاء القدر إنه يتجوز ويجي وقت العرس بتاعه ويتجوز، وما سابتهوش في حاله برضه. حطيت له حطيت له العمل في باب الأوضة اللي بينام فيها هو ومراته. واكتشفت بالصدفة الراجل من يوم ما اتجوز قعد 3 سنين، 3 سنين في نجار وفي مشاكل وبهدلة هو ومراته، وما اشتغلش أسبوع على بعض، وبهدلة. وشاء القدر إن هي تتطلق، إن هو الراجل يطلق مراته بسبب هذا العمل. وربنا ليه حكمة وليه إرادة في كده. النفع والضرر بإيد ربنا، النفع والضرر بإيد ربنا. لو اجتمعوا أهل الأرض على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا أهل الأرض على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. والسحر ده أو العمل ده اكتشف بالصدفة بعد ما كل واحد راح لحاله والست اتطلقت، على حسب الرواية اللي سمعناها، ما شفناش بعينينا والله، اللي انجل لي كده. الست راحة بالصدفة باب الباب وجع، ولقوا في الباب خبط ورزع وحاجة مش مظبوطة. جابوا شيخ يقرأ كذا، قال لك السحر معمول له سحر ومعمول له معمول سحر هنا في البيت. وقعد الشيخ يقرأ ويعزم على حسب برضه الروايات اللي سمعناها، ما شفناش بعينينا برضه، لغاية لما وصل إن السحر ده لقوه في الباب.
شفت الشيخ بيكسر ازاي، وصل للسحر ازاي. شفت الناس وصلت لحد فين. الناس عايزة كل حاجة عافية. الناس عايزة كل حاجة عافية. تعالى بقى معايا، هنفرجك على سحر اسمه السحر الأسود. بينحط في القبور. الناس مش متعظة من الموت. اللي النبي محمد قال وكفى بالموت واعظة. وكفى بالموت واعظة. كم من حالات ياما شفناها في المقابر، تخش تلاقي السحر محطوط في المقابر. الناس ما اتعظتش، ولا حد بيتعظ الا من رحم ربي. عشان مش عاوزين نقولوا الجميع يعني. في ناس ما بتتعظش من الموتى نفسهم ومن القبور نفسها. اللي سيدنا محمد قال وكفى بالموت واعظا. حطوا الاعمال، وحطوا الشعوذه، وحطوا السحر في القبور نفسها. اتفرج معايا على الصور دي، صور حيه. صور حيه من وسط المجابر. من وسط المجابر، وجابوها من وسط الميتين في القبر. واحد بيحب واحدة راح عمل لها عمل عشان يتجوزها. واحد بيكره واحد راح عمل له عمل عشان يمرضه، والعكس صحيح. واحدة بتكره واحد راح عملت له عمل، وعيل صغير. اسمع معايا الفيديو ده، واسمع معايا الصور ده، وانت اقسم بالله لتقشعر منه. شفت الصور وشفت الدجالين بتعمل ايه في الناس وباخدوا منهم فلوس. مش هطول عليك عشان وقت الفيديو ما طولش والمشاهد ما يملش. لو عجبك المحتوى بتاعي اعمل لي اشتراك في قناتي. لو شفتني على الفيسبوك وعجبك برضو المحتوى بتاعي اعمل لي متابعة لصفحتي على الفيسبوك.